رب اشوف الساعة بيش. حضرة جنابة هذا الماسخ ايش وقت يجي؟ خليني اشوف وين صار. الو الو حسين وينك لسه؟ يعني مو عندي دوام؟ ايش هالتصرفات الماسخة من عندك ما تقول لي؟ زينب والله جاي، والله العظيم جاي، ما تاخر عليك. حسين ترى انت كلك خلق صاير عندي، فهمت لو لا؟ اللي سمعك عندك شركات وملتهي. بعدني راح انتظرك، اجيت ما اجيت راح يصير غير تصرف، فهمت لو لا؟ من تقعد يلا عود قل لي انا جيت. صار بس اوصل انا خابرك مسافة الطريق. تدلل يلا في مان الله. لا تباوع اللي هنا وعينك للطريق، فوق ما متأخر يلا استعجل ما ضل وقت. ترى والله العظيم ما متباوع خوش، وانا ما متاخر عليك، بس ازدحامات وتاخر شو اسوي؟ اوف وقتك تعطلين الخاطر ربك، شي خلصني من زينب، ما تقولي شي خلصني، هسه تقلب الدنيا علي اذا تاخرت عليها، وهاي منها عطت الدور. خلي اشوف يا خابره صدق، خلي خابر نظوري بكت الله يجيب لي باتري. الو انا الظهر شلونك خيي؟ اقول لك خيي السياره مالتي الباتري مالتها هابط ولا طقه بعد ما يشتغل. اخي بتجيب لي باتري لان عندي خط، والخط هسه راح يحلون. اي والله اخيك انا منتظرك هنا بالحول براسي الحولي. اخيك لا تتاخر علينا هالخط ياكلون قلبي. يلا مشكور خيي، شكرا. بابا زنوب الله يسعدك. هلا بابا، هلا بيك. بابا شو مسوي لك؟ كنا جوعانه ومن الصبح كل شيء ما ماكله وتعبانه همين. بابا اكل ما جبت لان كنت تعبان، هسه راح اروح اجيب هذا. شو عاد؟ ترى هاي صدق مو عيشه، لعبه نفسي، يعني انا اظل اوصي من برا، ترى ما يصير هيك الخاطر الله. خلاص بابا خلاص ما اريد، انا راح اوصي من برا خلاص. ايش فيها صوت؟ زنوبه زينب. ها بابا. بابا قوم جيب لي الدر نفيس خليه اسوي الصوبه. بابا دا اصبغ اظافيري، يعني انا اقوم عم بدر نفيس مالتك واعرف اظافيري على النص. بابا جيب الدر نفيس ورجع صبغ اظافيرك. عاد بابا تريد حاجه قوم انت تجيبها، يعني اعوفني واقوم اني. بدنا نقوم عند الصوبة وعف ظافيرها على النص، ليش لعد؟ لك بابا أعمى أسول غبي، ما تشوف واحد فات من نانه قل لك خلط واحد بالبلديه وايده وسخه صارت على قمصالتي؟ يعني هاي هسه راح اذبها بالزباله، لو تشتغل سنه كامله ما تجيب نفس هاي، فهمت لو لا؟ ايش راح تفيدني الاسفه مالتك؟ ايش راح تفيدني الاسفه مالتك؟ راح اذبها بالزباله، كل لك واحد خلق مقرف. بعدين شلونك اخبارك؟ اغاتي هلا نظوري، شلون صحتك؟ والله الحمد لله زين. شو ضايج وجر حسرات على اليمن؟ نظوري اكو حسبه ببالي حيل مدوختني. قول شنو هي ابو علي احكيها. اكو وحده وياي بالخط جاي اخذها وارجعها للدوام. البنيه كلش حلوه وجميله ولطيفه وثقيله وخوش بنيه،
واني اريد اخطبها بس متردد. علي من المتردد ابو علي اللي اصغر منك تزوجوا وراحوا ودا يلا فضها الزواج وفضها خلينا نفرح بعرسك، اخذ ابوك وتوكل خليه يخطبها وخلينا نفرح نرقص شويه بعرسك يا ابو علي، شو منتظر بيها؟ يعني انت تشوف هيك؟ انا اشوف هيك. اخذ ابوي واروح؟ اخذ ابوك وروح توكل على الله. هاي هي ما دام انت سويت لي واهيس، هسه راح اروح منها للحجي اقول له هسه تقدم لي اياها واخطبها. توكل على الله ابو علي. يلا خير، انا رايح واشكور وما قصرت. بالسلامه. من رخصتك. الله وياك، الله وياك ابو علي، الله وياك. السلام عليكم. شلونك علي؟ الله يسر عليك. الله يهديك. تفضلوا تفضلوا. سوينا درب واحد. يا اهلا وسهلا، صارت البركه. تفضلوا. الله يحفظك عمي. الله يهديك. والله هلا بصير. الله يسر عليك عمي. الله يحفظك. الله يهديك. يا اهلا وسهلا ومرحبا، هلا بصير، حياكم الله. تفضلوا تفضلوا. هلا يا ابوي، حياكم الله. اهلا وسهلا ومرحبا. حياكم الله اخويا حسين. اخويا ابو زينب. اهلا وسهلا ومرحبا. شرفك عمي. زارتنا البركه، كثير الهلا والله. مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير. بالخير والعافيه عمي. اخويا ابو زينب، اخويا ابو زينب، احنا ولو ما نريد ناخذ من وقتك ونعطلك شويه، احنا جايينك بموضوع. اهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله، وان شاء الله جايين بي ترجعون بي وما نقصر وياكم. اخويا ابو زينب، حتى الايه القرانيه تقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، صدق الله العلي العظيم. انا اعرفكم خوش ناس، ولو ما اعرفكم خوش ناس ما اجي. اريد اخطب ايد بنتك الكريمه الابن حسين، وصيتكم سابقكم بالمنطقه واعرفكم خوش ناس وولد حموله وتتحشمون، وبقى الشور شوركم والقرار قراركم، وش تفصلون احنا نلبس. خويا ابو حسين، ما يكون خاطركم الا طيب، واهلا وسهلا بكم. بس يا خويا المتعارف عليه بهذا الزمن انه لازم ناخذ راي البنيه، مو مثل قبل. وهي هاي قسمه ونصيب وعشره عمر، مو يوم ويومين. فهسه تصيح البنيه وتجي وهي من مثل بنيتك وناخذ رايها وبخير وتدلل. زينب، بويا زينب. نعم بابا، قول شو تريد. بويا زينب، هذا عمك ابو حسين اجى، وهذا حسين اللي يوديك ويجيبك بالسياره، وهذا اخو حسين جايك على سنه الله ورسوله ونطلب ايدك. فانت شنو ردك يا ابويا؟ شنو بابا؟ اني هذا يجي يتقدم لي، اني بنت العز والدلال، فوق ما موظفه وعندي راتب وعايشه بدلال، والعز اللي عندي ما موجود عنده، يجي يتقدم الي؟ لك انت كلك سايق عندي، تطلع حاطه عينك علي، فوقها ثقه بي. لك انت تشتغل شهر ما تجيب هذا الستايل اللي انا لابسته. لك انت كلك على بعضك، ابوك حمال وامك خياطه وانت تشتغل تاكسي، وفوقها مالتك السياره هي مولك انت مأجرها. ايش راح تعيشني بعز بدلال؟ لو انت حاط عينك لان اني موظفه. والله يا الله انا اقبل بيك انت الفقر، ما راح احكي شيء احتراما الك بابا، بس اني هذا الموضوع رافضته، لان نفسي ما تتقبل هيك ناس فقريه. وين راح يعيشني؟ بكوخ مثلا؟ لو اقبل بحصيره؟ عيني بدون مطرود واحتراما لابويا، تفضلوا برا، مع السلامه.